اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله. النهاردة عملت رز بلبن بوش فرن، وكمان رز بلبن كريمي بوش مكرمش روعة جدا. هعلمك ازاي تعمليه كريمي واحلى بكتير من المحلات. مكون واحد سري بس هو اللي هيخليه كده معاكي كريمي وحلو جدا. والمكونات بسيطة. شايفة جماله وحلاوته. لو جربتيها تعتمدي الطريقة دي دايما على طول. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لي كومنت حلو. كمان تصلي على الرسول عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ حالا في الطريقة والمكونات. هقول بسم الله. هجيب حلة نظيفة مغسولة كويس جدا، احط فيها كوباية رز مش مغسول خالص، اللي هو كوباية الشاي العادية جدا. هتضيفي عليها 3 كوبايات مية، مية عادية جدا مش سخنة ولا ساقعة، مية من الحنفية. تقلبيهم كويس وبعدين ترفعيهم على النار لحد ما يبدأ الرز يستوي معاكي ويغلي كده. اول ما يدخل في درجة السوا ويشرب ميته تبدأي بقى تغطيه. في المرحلة دي بقى الرز خلاص شرب المية بتاعته، خلاص غطيه بقى وسيبيه، ويلا بينا نقول بسم الله ونشوف الخلطة اللي هتخلي الرز كريمي معاكي وحلو جدا. ده لبن انا غاليه بقالي كذا يوم، حوالي لتر ونص. اهم حاجه اللبن يكون بخير، وضفت له 3 معالق نشا، ذره عاديه جدا، معلقه كبيره كريم شانتيه، معلقتين سمنه بلدي. وبعدين هتجيبي الخلاط، تنزلي كل الحاجات دي في الخلاط، تظبطي سكر. انا حطيت له من حوالي نص كوبايه لكوبايه سكر، اللي هو فنجان الشاي اللي عيرتي بيه الرز. ظبطيه اضربيه كويس جدا في الخلاط. هتنزلي شايفه القوام بتاع الخليط كريمي ازاي وحلو، تحسيه تقيل دسم كده. هو ده اللي هيخلي الرز بلبن معاكي كريمي وحلو جدا. شايفة بقى شكل الرز بعد ما غطيته بقى مستوي كويس جدا. هبدأ انزل عليه الخليط بتاع اللبن والنشا والكريم شانتيه والسمنة والسكر. تبدأي تفتحي عليهم النار وتقلبي بقى لحد ما النشا تستوي. ما تسيبهوش ابدا، استمري في التقليب على طول علشان خاطر ما يكلكعش معاكي. هتقلبيه كويس جدا لحد ما يوصل ليبقى زي المهلبية كده كريمي خالص، والنشا كلها تستوي معاكي. هو ده هيبقى القوام المظبوط والمطلوب معاكي، هيبقى حلو جدا. شايفة بقى بدأ يتقل معايا ازاي. اول ما يبقبق كده ويتقل ويبقى عامل زي المهلبية، انت كده وصلتي للقوام المظبوط. هتشيليه من على النار وتبدأي بقى تغرفي في الاطباق اللي انت عايزاها. انا هغرف في اطباق فخار وبورسلين بتدخل الفرن، وكمان اطباق ازاز عادي من غير ما اعمل لها وش، يعني زي ما انت بتحبي. لو تحبيه بوش فرن اغرفيه في اطباق تدخل الفرن، لو بتحبيه عادي جدا خلاص براحتك. هنغرفه بقى في الاطباق زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هجيب صينيه ارص فيها الاطباق اللي بتدخل الفرن او البلوت اللي بتدخل الفرن. هتدخليه تحت الشوايه بس مش هتفتحي من تحت. وبعد كده هياخد اللون الجميل زي ما انت شايفاه كده. والتاني هتسيبيه بره لحد ما يمسك كده ويعمل وش، تسيبيه فترة طويلة، ما تحطوش في التلاجة على طول علشان البخار ما يعملش مية ويفقد الوش المكرمش اللي هو بتشوفيه في المحلات. بس كده. شايفة اسهل طريقة واسهل مكونات. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول وتكتبي لي كومنت حلو. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة علشان يوصلك مني فيديوهات كتيرة جدا. الطريقة سهلة وبسيطة، اتمنى ان انتوا تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.